السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أعزائي المستمعين، أطاب الله مساءكم. ما تنسوش علشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. نهاية الأسبوع التاسع من الدوري العام المصري، يلا بينا. بالصلاة على النبي كده، النهاردة 3 مباريات. الإسماعيلي خسر من المصري 1-0. الزمالك اتعادل مع المقاولين ونجا من هزيمة 0-0. الأهلي اتعادل مع سموحة ونجا من هزيمة 0-0. النهاردة كل حاجة في ال3 مباريات تخنق. ايه رأيك في ال3 مباريات النهاردة؟ والله يا حاج أشرف، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. احنا قلناها كلمة إن الكرة المصرية البقاء لله. أنا شايف ولا في كورة ولا في لمسة ولا في أداء ولا في أي حاجة في أي حاجة. خنقونا يا راجل عليا الحلال لعيبة عايزة تتضرب بالنار. أجيبها لك من الآخر. اللاعب مش عارف يباظ. لا 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 يا ابوي، مدفوع فيه ملايين ازاي ده؟ والله مين برونو سافيو يا ابوي؟ والله كنا احسن منه يا جدعان والله مين برونو؟ صدقوني والله ما يصلح. ده جايبينه من حته مداريه برونو. المهم بصراحه النهارده الاهلي ولا متعنا ولا الزمالك متعنا، وكوره عقيمه يا عم اشرف، وحكام عقيمه يا عم حسين. كل حاجه عقيمه. النهارده الحكم غريب، عامل فيها ال7 رجاله. والواد ماسك الكوره وعمال يعمل له كده. لا ده انا عايز اقول لك حاجه. ايه يا جدعان؟ الهاني سليمان معروف من يومه يعني عم بيضيع في الوقت. خلاص مفيش حد واخد باله. يا راجل ده بيقعد بالكوره 20 ثانيه من 6 ثواني. يا ابوي هو واخد عليه شيكات ولا ايه؟ مش عارف انا ايه امال الحكايه امال. بس خايف منه. واضح. امال عامل لي فارس صدرك قوي كده واقف في وسط الملعب. ايه في ايه؟ لا ده حكم على جده يا ابوي. هو مش في قانون في حته حراسه المرمى دي ولا انا المفروض في 6 ثواني والله. لا يا راجل، انا عديتها للهاني سليمان النهارده 20 ثانيه. لا مش 6 ثواني. معقوله 6 ثواني والله يا ابوي القانون بيقول كده 6 ثواني. ده بياخد 30 ثانيه يا ابوي. ده بياخد كتير. لا 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 ده برود. لا برود صح. ما احنا حكامنا راحت فين؟ احنا عايزين نتمتع في كوره. الحكام اللي مموتة الماتش. والله الحكم لو شديد اللعيب مش هيوجع في الملعب. احنا ما بنلعبش كوره. لا 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 لعيبه تقرف. لا يا ابوي لا 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 ولا حتى الفرق اللي بتلاعب الفرق الكبيره تقرف. لا احنا ما نلومش على المدرب على فكره يا حاج اشرف. كولر ما نلومش عليه النهارده في مباراه الاهلي. بس انا الوم على فيريرا. نلومه على فيريرا لانه الف. لان عنده سكواد يكسبه. بتضيع من ايدك شغل. نصيحه للبروفيسير، مش محتاجين تأليف يا ابوي. اللي في دماغك العب بيه. سيبك من الصفقات اللي الإدارة جابتها لك. اشتري مني الكلام. اللي في دماغك يا ابوي العب بيه. صفقات مين؟ لا 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 احنا خسرنا كتير يا حاج اشرف. صفقات مين بس؟ احنا خسرنا دونجا. لا نصطبر على سيسي. ان الله مع الصابرين على دونجا. هنشوف الدنيا هترسى على ايه. انما انا مش في دماغي السيسي بصراحة، مش داخل دماغي. كولر ما نلومش عليه، لعيبه بارده لسه. هو الراجل في شهر يناير قال لك اللي هيمشيه يمشيه وهيجيب صفقات. اللعيب مش عارف يبقى من اداره الاهلي كده. لا يا ابوي لا النهارده تحس ان في اداء الاهلي، تحس ان في عفرطه كوره. مفيش اللمسه. محمود متولي مش قادر يجري. انا مش عارف بصراحه يا ابوي، ده مش قادر يجري ولا اللعيب. ايه المدرب مش شايفه ولا ايه؟ لا طب هيلاعب مين؟ لا طب ما كورتين كانوا هيجوا فينا جول. مش قادر. لا ياسر ابراهيم يصلح ولا محمود متولي يصلح. هنلعبوا مين يا ابوي؟ في الضياع. انا رايي في لعيبه صغيره في النادي الاهلي تلعب. فين ناشئين الاهلي يا حاج اشرف؟ تلعب حتى لو انت عملت اداء وحش ونتيجه وحشه، اسمها بندي شباب فرصه يا ابوي. فين ناشئين الاهلي؟ وهيجوا صدقني هيجوا. ناشئين الاهلي مستحوذ على جميع البطولات. حاجه غريبه. انا بستغرب والله بجد. احنا الى الان مش قادرين نستغل 6 7 لعيبه من ناشئين الاهلي.
رغم ان هم حصلوا على جميع بطولات الناشئين. دي حاجه غريبه بصراحه. طب والله الناشئ اللي لعب النهارده لعب حلو، مش وحش، مع الوقت هيجي منه. وزياد طارق اللي كان عامل موسم رائع. انا ما اعرفش راح فين ده يا ابني. حاجات غريبه. لا 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 لا, لا. مش عارف، لازم الاداره تتكلم. ما هو الجماهير بتطالب، يعني اكيد خدوا براي الجماهير. مش كل الجماهير كتيره بتطالب بزياد طارق، طبعا بتطالب بناشئين، لازم ياخدوا برايهم. وبعدين يا ابوي شيل ارمي. في لعيبه النهارده في الملعب لا تصلح ان هي ترتدي فانلة الاهلي. خلينا نتكلم كوره. مش قادرين. ايه انتوا واكلين يعني انا عايز اسال سؤال للاداره. ازاي نادي الاهلي هيخش كاس العالم بالطريقه دي وبالاداء ده؟ لا الموضوع هيبقى صعب. الموضوع صعب. خلينا نتكلم كوره. هم هيعملوا غربله في يناير. وصراحه اللعيب اللي من دول يقعد ما يندمش بعد كده. لا 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 يا ابوي، لا، لانه خد الفرصه. لا انتوا المفروض لعيبه اهلي وزمالك ليهم ثمن. صح. لعيبه سوبر. صح. لعيبه دوليه. بالمنظر ده احنا بنتفرج على لعيبه درجه تانية احسن منها. لا 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 يا ابوي، لا. الاداء، اللمسه واللعبه مش موجوده يا ابوي. خلينا نتكلم بصراحه. ده النهارده الشناوي شال الاهلي. والله شال الاهلي. المفروض راجل المباراه. الاصول بتقول كده. والله ان هو عشان شال الاهلي في كورتين يا راجل، شالهم ولا 3 كور، كانت سموحه ممكن تخطف الماتش. بس انا عايز الوم على طارق العشري وعلى لعيبه سموحه وعلى لعيبه المقاولين، لان النهارده كانوا ممكن لو داسوا شويه يكسبوا الزمالك والاهلي. بص يا حاج اشرف، الفريق من دول لما بيجي ياخد نقطه من الاهلي دي بالنسبه له مكسب. هو ده اللي مودينا في داهيه. ده بالنسبه له مكسب. طارق العشري طول عمرنا واحنا عارفين ان ده اداؤه وده لعبه ويلعب على المرتده. طب اكسب يا ابوه. لا، ده اللعيبه بتاعت الاهلي ورا واقعه يا ابوي. لا 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 لا, لا. محمود متولي مش قادر يجري يا ابوه. الاهلي واقع. اللي النهارده محمود متولي على رايك اللعيب الافريقي بتاع سموحه 2 سبرنت مفيش وين. بيقول له يلا نجري يلا نجري. مش قادر. حصلني انت. الله انت سايبه كده يروح. ده 2 انفراد. لا 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 يا ابوي، لا لا لا. لعيبه ملايين. والله احنا كنا احسن منهم بكتير يا راجل. اقسم لك بالله كنا احسن من دول. انا كانت عندي فخده بجميع الفخد اللي انا بشوفها يا ابوي. ايه ده احنا لو لاعب كان عدى مننا كانه خد عمرنا. والله يا شيخ. ده لعيبه بارده يا راجل. ده مش قادر يجري قصاد الواد. يا ابوي لعيبه واخده على الزيت والبتاع يا راجل. سيب على الله يا عم اشرف. دول لعيبه فافي. ايه متولي ايه؟ مسكوا الملايين. مسكوا الملايين. ملايين راكب اعلى موديل ساكن في فيلا تجيب شروكي. ايه وبتركب طيارات وبتروح ورايح كاس العالم. ايه مش قادر. ايه سايبه يروح يجيب جون مرتين. لا يا ابوي، لا لا. ايه ده؟ والمدرب بره ولا هو هنا. حاجه تغم بصراحه. انا عليه العوض منه. الكره المصريه في انحدار بصراحه. كل حاجه فيها تقرف يا راجل. والله يا شيخ. الكوره ما بتتلعبش 3 دقايق على بعض. لا، ما بنشوفش اداء، ما بنشوفش جمله. الحكم عايز ينزل لودر يشيل بيه اللاعب. ايه ده يا راجل؟ اللعيب بيقع من دول يجري حلق حوش والمطافي والاسعاف والدنيا تنزل ولسه اللعيب نايم في الملعب. ايه ده؟ لا يا راجل، لا لا لا. نفحت له تربه. لا كانه اتضرب طلقه. ايه ده؟ والحكم بيساعد على الموضوع. بيخنق الماتش. وتيجي تبص على الوقت بدل ضيعت ليه 5 دقايق. لا والشوط الاولاني برضه نفس الموضوع. ويحسب لك دقيقتين. انت خايف يا عم تحسب 5 دقايق؟ ما تمشي اللعب. دير المباراه انت اللي بتخلي المباراه سيئه. انا حتى ما شفتش تغيير في الحكام من ساعه ما جابوا رئيس الحكام الاجنبي دوت. الحكام لا شفناهم في افريقيا ولا شفناهم في كاس العالم. ده شفنا الحريم يا ابوي في كاس العالم. الحريم فضيحه. الحريم المشرقه. لا 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 فضيحه. انا ماليش حكم مصري في كاس العالم يا راجل. عليه العوض. يلا عشان ما نقرفش نفسنا اكتر من كده. يا عم اشرف عشان الناس ما تزهقش. والنبي خلينا ننهي الحلقه دي على خير. على الله، توكل على الله يا عم اشرف. مبسوط يا سيدي؟ مبسوط يا عم اشرف. ما تنسوش علشان يوصلكم كل جديد عندنا نضغط لايك ونفعل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.